السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. النهارده معانا وصفة جميلة جدا، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. لو عندك كده مجات النيش ومجات القهوة اللي محطوطة في النيش بقالها كتير قوي ما استخدمناهاش، تعالي كده معايا ونشوف هنعمل بيها ايه. جبت هنا طبق فيه شوية زيت، وجبت المجات اللي انا بس بقالي فترة طويلة ما استخدمتهاش ومركونة في النيش، هنستخدمها ونعيد تدويرها. وجبت كده الفرشه بتاعتي، وقلت هدهن كل المجات اللي قدام حضراتكم ديت بشويه زيت كده، وبعد كده هاخدها اركنها واشوف احنا هنعمل ايه. وصفتنا النهارده هعمل الكب كيك، بس هعمله في الفناجين اللي قدام حضراتكم دي. انا بصراحه ما عنديش قالب الكب كيك، فقلت اشغل دماغي وجبت الفناجين اللي بتاعه القهوه بتاعتي اللي مش بستخدمها، وزي ما انتوا شفتوا كده دهنتها شويه زيت وركنتها. وجبت عندي بيضتين، حطيت عليهم شوية ملح صغيرين، وحطيت ربع معلقة فانيليا، وعندي نص كوباية سكر ونص كوباية زيت ونص كوباية لبن. وهضيف البيضتين بتوعي، وبعد كده هضرب كل الكلام ده مع بعضه في قلب الخلاط بتاعي لحد ما السكر بتاعي اتأكد انه داب تماما تماما تماما. عشان من ضمن الوصفات اللي بتخلي الكيك بتاعي ناجح ان السكر بتاعي يكون دايب تماما. وجبت هنا عندي كوبايتين دقيق، هحط كوبايتين دقيق وهحط ربع كوباية كاكاو خام، وهدمج كل المكونات دي مع بعضها. وبعد كده هحط ان شاء الله معلقة ونص بيكنج باودر، وهدمجهم مع بعض مع الكاكاو. لو انت عايزة تعمليها فانيليا، ده هتستغني عن ربع الكوباية بتاع الكاكاو وهتحطيها دقيق برضو. لكن انا عشان اعملها شوكولاتة فحطيت الربع كوباية بتاعتي كاكاو، وحطيت معلقة ونص بيكنج باودر، وهدمج بقى كل المكونات دي مع بعضها كده، المكونات الجافة. وطبعا ضربت المكونات السائلة واتأكدت ان زي ما قلت لحضراتكم ان السكر داب تماما، وضفت بقى الخليط بتاعي السائل على الدقيق. هنا بصوا زي ما انتم شايفين في تكتل كده، فسخن غليت نص كوباية مية سخنة مغلية جدا. ضفت منها شوية، طبعا هضيف شوية على حسب برضو نوع الدقيق، ما تضيفهمش كلهم مرة واحدة علشان تشوفي الدقيق بتاعك والخليط بتاعك هيبقى قوامه ايه. احنا عايزينه ولا سميك ولا خفيف، انا عايزاه يكون متوسط. هنا لقيت بعد ما دمجت الخليط بتاعي لقيته ان هو محتاج شوية المية اللي فاضلين فضفتهم. وبعد كده الخليط بتاعي هيبقى خليط ناعم وجميل بسبب اضافة المية المغلية. بصوا اهو ضفته اهوت في الدورق اللي قدامكم دوت. وبعد كده هتضيفه في قلب المجات بتاعه النيش اللي هي مركونه، اللي انا ما بستخدمهاش باستمرار، او مجات قهوه او اي مجات شاي، المجات اللي او فناجين الشاي او فناجين القهوه اللي موجوده عندك، هتعيدي تدويرها او هتستخدميها من غير ما تشغلي دماغك، ويبقى عندك القالب الكب كيك اللي ممكن تعملي فيه الكيك اللي الولاد ممكن ياخدوه معاهم المدرسه في اللانش بوكس. طبعا وصفة جميلة وسهلة وبسيطة، والقطعة كده هتحطها لهم في اللانش بوكس هتبقى سهلة، يعني يبقوا حابينها وفرحانين بيها جدا. وهنا جبت عصاية شيش طاووق وعملت كده في الفنجان عشان ايه اخرج فقاعات الهواء اللي ممكن تبقى موجودة في قلب الفنجان بتاعي قبل ما ادخلها الفرن. وطبعا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. وهنا جبت عندي شوية شوكولات شيبس وهحطهم على الوش كده للتزيين عشان بيدوا شكل في النهاية لما الكيك بتاعي بيستوي. بيبقى الشكل الجمالي بيعجب الولاد جدا ويبقوا فرحانين بيه جدا جدا. هضيف بقى كل الشوكولات شيبس بتاعي على كل الفناجين. وهنا كنت حاطة الفنجان بشوية الخليط بتاعي لحد يعني تلت المج. لكن انت بعد كده ممكن تخليه اقل شوية، عشان بصي لما يستوى كده يبقى بسوى المج، ما يبقاش طالع يعني فوق مستوى المج. بصوا بقى الشوكولات شيبس شكلها جميل ازاي لما في الاخر استوت وطلعت على وش الكب كيك بتاعي. شكلها تحفة وجميل جدا وطبعا عجبت الولاد جدا. وهنا بصوا عشان انا دهنه الفنجان بتاعي بشويه الزيت عادي، الكيكه طلعت بكل سهوله. وهفتحها لكم بقى كده بكل بساطه بالسكينه وهتشوفوها. بصوا هي هشه وجميله جدا، تحفه تحفه بجد والله. هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها بالطريقه دي. بصوا طراوتها بقى وهشاشانها، بصوا شايفين الطراوه والهشاشان بتاعها
جميلة جدا جدا جدا، وعجبت الولاد جدا جدا. بألف هنا وشفا. وبقول لكم بصوا الشوكليت شيبس بتاعها على الوش كده مديها شكل جمالي، وتنفع طبعا للفطار وتنفع للعشاء مع كوباية شاي بلبن كده، وتنفع للولاد لما نحطها مع الساندوتش ياخدوها كده زي سناكس كده، هتعجبهم وتبسطهم جدا. واوريكم واحدة كمان. بصوا شكلها بجد، بصوا شكلها بقى لما تتحط كده في اللانش بوكس هتعجب الولاد جدا وهيبقوا مبسوطين بيها. وهفتحها لكم كمان هشة، طبعا جميلة جدا وكلها تحفة، طعمها جميل جدا. بألف هنا وشفا. واتمنى ان الوصفة بتاعتي يا جماعة النهاردة البسيطة السهلة دي تعجبكم وتنور رضاكم. ومتنسوش بالله عليكم تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم على خير، مع ألف سلامة.